السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم تكون لاباس. في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض وصفه لي طارتولات. كما راكم تشوفوا مع البدايه جبت لا مارغرين فلوريال. هي اللي نحب نخدم بها لي طارتولات ويجوا هايلين. درت نصف تاعها يعني 125 غرام، ضفت عليهم نصف كاس سكر وحبه تاع بيض كامله. ما تنساوش رشه تاع ملح البنات، انا هنا كنت نسيتها وضفتها مع الاخر. ليسونسيال نخدم مليح مع المكونات بيدي، واللي تحب تخدم بالباتور تنقص على روحها الوقت والتعب. ثاني كيف راح يمدوا نفس النتيجه. كما شفتوا خدمت الخليط حتى نولى ابيض، ودخل كامل هذاك البيض والسكر في الزبده وتحصلت على هذا الخليط. بديت نضيف عليهم الفرينه كما راكم تشوفوا، نغربلها ونضيف في نفس الوقت. ومن بعد ضفت عليهم خميرة كيميائية، يعني نديرها مع الفرينة ونخلطها. درت حوالي نصف مغرفة صغيرة، كاين اللي ما يديرهاش كامل، انا افضل نديرها ما تكثروش، يعني رشة برك تكفي. بقيت نضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. هاد المكونات اللي درتهم راح يديروا لي عجينه صغيره كما راكم تشوفوا. اللي يحب يعني يدير كميه كبيره فقط يضاعف المقادير، يعني اوليو ديري 125 غرام ديري 250 كامله وضاعفي المقادير. ومن بعد جبت ليمون اللي راح نخدم فيهم لي طارتولات تاوعي، دهنتهم بشويه تاع زيت يعني باش نتفادى انهم يلصقوا لي، وبديت نخدم فيهم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نجيب كريه صغيره نحطها في المول تاعي ونبلاطيها ونخدمها بهذه الطريقه. وهنايا بعد اللي كملتهم كامل حطيتهم في البلاطو اللي راح نطيب فيه. ثقبتهم بهذه الطريقه باش ما يتنفخوليش من بعد، وحطيتهم يطيبوا على نار متوسطه حتى نشوفهم بداو يتحمروا ونخرجهم. فوالا، وهنايا بعد ما طابوا لي ها هي النتيجه قدامكم، يجوا بزاف بنان، يجوا مقرمشين. ما نحبش انايا نخدمهم بسكر غلاس باش ما يجوش طريين، نحب فيهم هذيك القرمشه. سي بور سا نخدمهم بسكر كريستاليزي، وكل واحد يخدم بواش يحب. يعني اللي تحب دير سكر غلاس يعني عادي. فوالا، كت هذه هي النتيجه بعد ما طابوا لي. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم البنات. بالنسبه للكريمه انا درت كريم ديبلومات، ما خدمتهاش هنا في لا فيديو باش ما يجيش طويل. اللي تحب الوصفه تخلي لي في التعليقات نخدمها لكم ان شاء الله. اخترت واحد التزيين بسيط جدا لانه ما كاش عندي الفواكه، دونك درت لهم هذيك حبيبات تاع الشوكولا. فوالا البنات، كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. تجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، تهلاو في رواحكم البنات، سلام.